أهلا بيكم في فيديو جديد في قناتي أكلات وصفات. أحب أرحب بحضراتكم. النهاردة هنعمل بيتزا زي المحلات بالظبط. يلا بينا نشوف المكونات والطريقة. معايا كيس خميرة فورية اللي هو 11 جرام، ومعلقتين سكر، ومعلقة لبن بودرة. لو ما فيش لبن بودرة يبقى لبن سايب. وهحطهم في مية وهركنهم في جنب بس 5 دقايق، وأقلبهم كده يتجانسوا مع بعض و5 دقايق بس. وحطيت سنة ملح صغيرة على سن المعلقة كده. ومعايا كيلو دقيق، نص كيلو دقيق، 2 كيلو دقيق، زي ما انت عايزة. شوف هتعملي قد ايه. وحطيت كل الحاجات دي وحطيت بيضة عليها. البيضة بتمسك العجينة وتخليها حلو. دخلت كل المكونات مع بعضها. كنت في الوقت ده كنت مجهزة الخضار اللي هعمله عليه، ومجهزة الصلصة اللي هتتحط عليه. ومعايا شوية زيت، قيمة معلقتين 2 كبار، 3 معالق كبار بس ما تكتريش من الزيت. وعجنتهم كلهم، وعايزة شوية مية حط لها شوية مية، وعجيني فيها واظبطي عجينتك. بقت العجينة زي ما حضراتكم شايفين قدامكم كده. بقت عجينة بتمط وجميلة وطرية، ما هيش ناشفة، عشان خاطر تطلع عجينة حلو، عشان البيتزا تطلع طرية وحلو. وسيبيها تخمر بقى شوية، ربع ساعة، نص ساعة. وفي الوقت ده تهينيها بشوية زيت صغيرين عشان خاطر وشها بس ما يشققش، والعجينة تبقى طرية. وهتسيبيها حسب ما الخميرة اللي انت حطاها، ويا دوب بس تحط ايدك فيها كده تشيل الخمر منها بسيط، زي ما حضراتكم شايفين زي ما بعمل كده. في الوقت ده تكون انت مجهزة خضارك ومجهزة حاجتك كلها، والصلصة اللي هتحطيها تدهنيها بيها. عندك فراخ هتحطيها، عندك لحمة مفرومة هتحطيها تعصجها وتحطيها، أي حاجة، لانشون، سجق، أي حاجة تحطيها عليه. هي بص بتلم كل الخضار اللي انت عندك، وزيتون اسمر، زيتون اخضر. وقسمت العجينه كده على 2 وخدتها فريته. بس المهم تخلي الحرف يكون تخين، وخبزيها من الوسط بس ما ترقهاش قوي عشان خاطر ما تبقاش ناشفه وما يطلعش لها قلب. واخبزيها وافرديها، حطها في الصينيه بس قبل ما تدهني الصينيه قبل ما تحطها فيها. انت ممكن تخبزيها في الصينيه على طول مره واحده، تخبزيهاش على صينيه تانية او مطرحه او الكلام ده. وحطيها بقى في الصينية، وخرميها بالشوكة كده. عندك باللي هو الشاكوش بتاع البفتيك ماشي، عندك أي حاجة خرمي بيها. واحنا كده بنخرمها عشان خاطر ما تقبش وتبقى عاملة زي العيش، عشان الخمر بتاعها بس، عشان خاطر الخضار اللي محطوط عليه. وجبت الصلصة اللي كنت عاملاها. الصلصة كنت عاملاها الطماطم، عليها فصين 2 توم، وشوية ملح وشوية فلفل اسود. هي دي الصلصة بتاعتها. ما انتش مالكة انك انت تعملي الصلصة دي، عايزة تشتري كيسين 2 صلصة عادي، حطيهم وافرديهم عليها، مش مشكلة. عندك الخضار اللي مقطعاه قبل ما تبدأي شغل، افرديه بقى عليها. فلفل ألوان، أحمر، أخضر، أصفر، أي حاجة عندك. عايزة تقطع عليها بصل برضه شرايح جوانح كده، حاجة بسيطة كده، وماله، مش عايزة براحتك. وفردت كل ده. وعندك زيتون اسمر، زيتون اخضر، اي حاجه حطيها برضو، الموجوده عندك حطيه. بس والنبي الجبنه الموزاريلا اللي بتجيبيها قولي للسوبر ماركت انا عايزه جبنه موزاريلا للبيتزا، عشان اجيبها لك من اللي بتمط، عشان خاطر ما تعيش في الخطأ اللي انا وقعت فيه. انا جبت جبنه بس انا قلت له عايزه جبنه موزاريلا، اداني جبنه موزاريلا على شيدر، فما بقتش تمط، ما فيهاش المطه اللي بتبقى في البيتزا دي اللي بتشوفها في المحلات. وتكوني مولعة الفرن، لو هو فرن بوتاجاز تولعيه من قبله، وهيبقى على نار على 200 درجة. لو فرن من العادي زي بتاعي كده هتولعي برضه، بس هيبقى درجة الحرارة متوسطة عشان ما تتحرقش مني. ولما فردتها اهو زي ما حضراتكم شايفين، والزيتون واللي حطيته كله والدنيا. الجبنه الموزاريلا ما تحطهاش في الاول كده، حطها في الفرن في الاول تستوي، تاخد سواها وتطلع. الجبنه الموزاريلا تحطها يا دوب تفرديها وتدخليها يا دوب على درجة الحرارة بتاع الفرن هتسيح بس. هي كده كده البيتزا استوت منك. والخضار اللي عليها انت عايزة تحطي بدل اللانشون ده فراخ ماشي، لحمة ماشي، اي حاجة. وتحطيها في الفرن زي ما قلتلك، وتطلعيها تحطي عليها الجبنة الموزاريلا، وتطلعها تقطع وهي سخنة، أو درجة الحرارة متوسطة، مش فرن عالي مش عالي قوي. لو فرن البوتاجاز درجة الحرارة 200 علشان تستوي، عشان ما تنشفش فيه. عايزة تطلعيها وتدهني الحروف بس حاجة بسيطة، زبدة أو زيت عشان لمعة بس، ما فيش أي مشكلة. ما تخليش الطماطم وانت بتفرديها تيجي على الحروف أو عشان ما تتحرقش.
مش الصلصة اللي انت دهنتيها بيها تيجي على الحروف قوي عشان خاطر ما تتحرقش وانت مولعة الفرن، لان الفرن كان عالي شوية، يعني اداها اللون البسيط اللي هو الغامق شوية ده. ودهنتها وحطيت لها الجبنة الموزاريلا وطلعتها من الفرن قطعتها، وكانت طعمها روعة. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا لكل متابعيني.